الغاليين أهل مصر، أهلا بيكم في حلقتنا النهاردة. انتشر برضو على السوشيال ميديا أخبار حلوة كده وجميلة، المفروض إنها حلوة وجميلة للراجل المصري الوطني اللي بيفهم، ولكن هي بيعملوها لاستعداء الشعب. يجي ينشر لك صورة بوست كده مرسوم فيه رادار من الموجودين على الطرق السريعة، وكاتب لك إيه؟ كترت الجباية، كتر حلب المواطن، كتر إن إحنا بنستغل المواطن، وكأن النهارده ان بقى الصح ان انت تجري بسرعه جنونيه على الطريق، وكأن بقى الغلط ان انت تمشي منضبط. مصر يا فندم من 10 سنوات ما كانش فيها طريق يتمشى عليه 60 كيلومتر. كان ترتيبنا في الحوادث في العالم الاولى في حوادث الطرق مصر، وكان ترتيبنا في جوده الطرق ال 148. النهارده احنا ترتيبنا في جوده الطرق ال 18 وفي الحوادث ال 48. فاحنا النهارده بقى في عندنا طرق يتماشى عليها ويتجري عليها، فلازم اتباع قواعد الامن والسلامه المروريه. القواعد دي مش في مصر بس، دي في العالم كله. المصري اللي بيشتغل في الخليج خوفا من انه ياخد مخالفه من الرادار بينام رابط الحزام، واسالوا المصريين اللي شغالين بره، لان المخالفه ما بتتشالش. انما في مصر بقى اسمها جبايه، في مصر بقى اسمها الدوله بتحلبك، في مصر بقى الصح انك انت تجري سرعه جنونيه، مش ان انت تمشي 120 اقصى سرعه. معروف يا فندم ان في كل العالم اقصى سرعه على الطرق السريعه الهاي واي 120 كيلومتر. الدائري اللي داخل المدن اقصى سرعه فيه 90 كيلومتر، داخل المحافظه من 40 ل 60 كيلومتر على حسب عدد الحارات. دي مواضيع ما فيهاش جدال ولا فيها اشمعنى ولا فيها ليه. فالنهارده ما ينفعش انت تنزل بوست وتقول ان كل 50 كيلو في الرادار، وخلي بالك ده بقى الرادار بطريقه الذكاء الاصطناعي والدوله بتتفنن في حلب المواطن. يا راجل اتقي الله، هو انا النهارده اما اقول لك امشي بسرعه معتدله يبقى انا بتفنن في حلبك ولا حافظ على روحك؟ هو انت سعادتك مش هين عليك روحك، انت حر، ده مش موضوعنا، لكن انا خايف على الارواح اللي انت ممكن تاذيها. انا مش خايف عليك، انت حر، انت عايز تنتقل للرفيق الاعلى ربنا يوفقك، ده موضوعك مش موضوعي. انا كل مشكلتي ان انا في شعب تاني انت ممكن تموته، انا كل مشكلتي ان انت ممكن تلحق الاذى بناس تانية، فانا بحافظ على الارواح التانية. انت حر في روحك، وانت حر في ممتلكاتك، وانت حر في عربيتك، لكن انت مش حر في بقيه الارواح ولا حر في بقيه الناس. النهارده ما ينفعش ان انا اتبع الارشادات والطرق العالميه والنظام العالمي وانت جاي زعلان منه قوي تقول لي الدوله بتحلبني. ما تمشي محترم، ايه الدوله بتحلبني؟ ما تمشي بسرعتك السليمه، ما تمشي بالقانون قال لك عليه. العربيه بعد سرعه 120 كيلو تبقى 7 كيلو جرام وزنها. فالنهارده انت لو خليك ما فيش حد طلع غلطان ولا انت غلطت، فرده كاوتش ضربت، هتلحق نفسك ازاي؟ انا بحافظ عليك على سلامتك، مش بحلبك، انا بحافظ على سلامتك. يا جماعه اتقوا الله في البلد شويه، انقلوا الخبر صح. ما كل دول العالم فيها رادارات، وكل دول العالم فيها كاميرات، وكل دول العالم بتراعي المرور وقواعد المرور. انما انت في مصر لما بتراعي المرور تبقى الدوله بتحلبك. اتقوا الله شويه، اتقوا الله شويه. ولكم مثلا في الحادثتين اللي في الاسبوعين اللي فاتوا دول عبره. انت عندك مغني اللي هو عصام صاصه ده مموت واحد، وعندك لعيب كوره مموت واحد. نتقي الله في نفسنا كده، ونتقي الله في شعبنا، ونخاف على املاكنا قبل ما نخاف على املاك غيرنا. مش كده ولا ايه؟